عايزه تقولي النهارده حاجه؟ عايزه اقول للقضاء الشريف بتاعنا اللي بنتمنى انه يبقى مستقل ووصل لنا فيه كويس، يمارس شغله ويتقي الله برضه راخر في الشعب المصري ويحل مجلس الشورى ويحل الدستور، لان كده عار على مصر لما يبقى في دستور لفصيل واحد والشعب كله يدفن نفسه في الارض. ليه مرسي مصر كبيره عليه؟ كبيره عليه فعلا، مش هو يدوب على قد الاخوان، هو يدوب على قد الجماعه، يحكم الاخوان او المرشد يحكمه، هو كفايه عليه كده. انت بتقولي المرأة في الدستور، مالها المرأة في الدستور؟ هي في حق المرأة في الدستور 2% وبقية المواد كله همش. عيب عيب يا حبيبي. طب مين اللي حصروا المحكمة ده أولاد أحفاد أبو إسماعيل اللي ما كانش عارف اسم أمه إيه، يعني هو ما كانش عارف من اللي فصيلة أمه، هو اللي كان حاصل هنا الدستورية وراح عمل في واقفة ليه قدام المحكمة قدام الإذاعة والتلفزيون. طب أنت ليه واقفة قدام المحكمة الدستورية دلوقتي؟ واقفة عشان أفكر القضاء الشريف بتاعنا بالشعب المصري، إحنا في رقبته هو. بس إحنا النهاردة لحد النهاردة بنقول شغلنا بالقانون، لا بالضرب ولا بالبلطجة ولا بالقلة الأدب. احنا عايزين نقول قضاءنا فوق الراس مرفوع ومرسي تبع المخلوع. قضاءنا هو الحاجة الوحيدة اللي فاضلنا، بعد كده ناكل بعض بقى مش مشكلة. توقع الحكم النهارده يا حاج؟ أنا متوقعة أملي في الله ثم في القضاء الشريف بتاعنا. والمرشد باطل وبديع باطل، كل الإخوان باطل، أهله وعشيرته باطل، اتقي الله يا مرسي باطل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مرسي. انت شفت يابا القطر بتاع البردراشين، بدل ما بيموتونا حبه حبه ما يموتونا مره واحده. يعني قطر البردراشين امبارح الساعه 2:30 وبيقول لك 19 ميت بس، يعني بس. طبعا هيطلع الرئيس بتاع المصريين، الرئيس عشان انا مش معترفه بيه، يقول لهم هديكوا 5000 جنيه، ما احنا بنساوي كده. اخوان باطل، دستور مرسي باطل، مجلس شورى باطل، دستور بديع باطل، دستور اخوان باطل، دستور بديع باطل، مجلس شورى باطل، مجلس شورى باطل، دستور اخوان باطل. ارحل 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 يا مرسي، ارحل يا حرامي الكرسي، ارحل ارحل سيبها مدنية، ارحل سيبها مدنية، مش عايزينها إخوانية، مش عايزينها اخوانية، ارحل سيبها مدنية، ارحل سيبها مدنية، مش عايزينها إخوانية، مش عايزينها اخوانية. مصري بيه يا مرسي بيه، مرسي بيه يا مرسي بيه، بعت بلدنا مصري بيه.